1 2 3. فاكر ان انا اول ما يقول 1 2 3 هبدا على طول. الله الله على البروفيشنال. دبانه عايزه تتشهر، هتموت وتتشهر. يلا بينا. عارف القصه بتاعت الاب اللي جمع اولاده قبل كده علشان يعلمهم درس في ان الكتره بتغلب الشجاعه؟ قول عارف قول مش عارف. فجاب لهم مجموعه عيدان خشب وطلب من كل واحد فيهم يكسر عود لوحده. كل واحد مسك العود بتاعه وكسره بمنتهى البساطه، مفيش اي مشكله. فطلب منهم مره تانية ان هم يجمعوا مجموعه عيدان مع بعض ويكسروها. حاولوا يكسروها ما عرفوش. عارف القصه دي؟ دي ملهاش اي علاقه باللي احنا هنتكلم عنه النهارده، لكن لو هناخد منها مغزى، فلو عرفت انك ما تبقاش لوحدك، ما تبقاش لوحدك، لان الدنيا عاوزه اكتر من عود خشب عشان تقدر تعيش فيها. اما الاولاد بقى فهاتهم لي، عشان بقالي فتره بشوفهم قاعدين لوحدهم قلقت. واحتياطي خليهم يجيبوا عيدان خشب معاهم وهم جايين. صباح الخير او مساء. قبل اي حاجه ما تقعدليش لوحدك كده زي قرد قطع، وما تسالنيش يعني ايه عشان انا مش عارف. بس ما تقعدش لوحدك وخلاص. الوحده، الاحساس اللي ممكن يزورك وانت قاعد وسط العيله، وسط اللمه، وسط الصحاب، وانت قاعد ماسك التليفون وبتسكرول 3 ساعات من غير ما حد يكلمك غير اعلان عن كوتش بخصم 50%. ما تشتريهوش. يقول لي ماشي. دايما بقيت حابب انك تسحب نفسك وتقعد لوحدك بالساعات واحيانا بالايام، وفكك من البقين بتوع قعده الروقان وفنجان القهوه والاضاءه الهاديه وفيروز. هي فيروز اساسي، مفيش مشكله، ما اختلفناش، بس دي دوامه يا ولد. بالتدريج مش هتبقى القعده الرايقه اللي بتهدى فيها، هتبقى عاده وملجأ بتحبسك جواه. هتبدا بالتدريج بقى اصحابك يرنوا عليك ويقولوا لك تعالى نخرج، فتقول لهم معلش تعبان النهارده، خليها وقت تاني. واحده واحده يرنوا فما تردش، لغايه ما بالوقت مش هتلاقي حد بيرن تاني. ودي كارثه، لان قعده الهلس اللي انت بتتهرب منها دلوقتي دي، اللي ما فيهاش اي تكليف ولا سكريبت لكلام معين ولا ترتيب لاي مواضيع، ده علاج طبيعي لمشاكل انت نفسك ما تعرفش انها موجوده، ولا هتعرف انها موجوده غير لما تخسر القعده دي. تنزل تقعد بالساعتين 3 تفضي اللي جواك وتروح تاني. لما قعدت لوحدك حليت ايه؟ هو الوحده احيانا بتبقى مهمه عشان تقدر ترتب الفوضى اللي في دماغك وترتاح من الزحمه اللي حواليك، علشان تعرف انت مين من غير تاثير الناس. بس لما الوحده تتحول لعاده، هنا يبدا الخطر. هنا لازم اتدخل. طب ايه؟ هتدخل على معده فاضيه؟ كلم لنا يا عم الانتاج حتى لو كيس لب ولا حاجه. على فكره انا كنت بصور البرنامج ده لوحدي في اوضتي، لو انت متابعني من بدري. لو مش متابعني حسابنا بعدين يا بيه، بعدين. ايه نتيجه قعدتي لوحدي؟ كنت بكلم الستاير والحيطان واي جماد غير ناطق. قالوا عليا جابونا صور وسط اللمه هنا، وسط ناس بكلمهم وبيرد عليا، مش عارف ازاي بصراحه، بس سبحانه، ناس حقيقيه مش اوهام بخلقها من دماغي واتكلم معاها. صح يا فارس؟ فانت بلاش توصل لمرحله العزله اللي تخليك تفقد احساسك بالادميه اللي حواليك. هو الصنف اللي نازل من البشر في السوق الفتره دي ما يتعاشرش، بس معلش دور على اللي يتعاشر. عارف جمله ايد لوحدها ما تسقفش؟ الجمله دي مش عبثيه اطلاقا. الدنيا دي فعلا محتاجه اكتر من ايد عشان تعرف تسقف لها وتتعايش فيها. محتاجه حد يزقك كل ما تعطل، يشدك كل ما تقع. انت محتاج لحد يكون سبورت حقيقي في حياتك، عشان وقتها هتحس فعلا انك موجود وليك قيمه. وجودك كانسان بحد ذاته ليه لازمه. انت مش جاي تخلص لنا مخزون البن في العالم وتمشي، لا، جاي عشان ليك هدف ورساله في حياتك. وجس وات، ليك برضه هدف ورساله في حياه غيرك. فقوم يلا نفض التراب اللي عليك ده ودور على حياتك وعلى اللي يكون جنبك ويكمل لك الجزء اللي ناقص فيها. يقول لك عايش على كل خطوه بتتقدم فيها، يقول لك انا جنبك في كل خذلان بتتعرض له. مشاكلك تقيله لو شلتها لوحدك، افراحك حزينه لو فرحتها وانت لوحدك. ابويا كان بيقول لي ان القفه ام ودنين يشيلوها 2، فامسك من ودني وسيب التانيه ما تشيلش همها، جنبك اللي يشيلها لك. سامعكم يا مش عايز اشت يا ابني، بس هو انت عامل ميوت. صوتك ميوت مش هيطلع. الاثنين دول ما قعدوش جنب بعض تاني. خدت بالك ولا في ده سيف؟ سيف على الكنبه حاطط ايده على اوصف لك الكنبه على الكنبه بعيد عن الكاميرا خالص، حاطط ايده على شعره عامل كده بيحك في شعره. ليك انت بتقول له خدت بالك من اللي سيف؟ قالك ايه؟ فوكس متابع يعني حركه الودن، اي حركه ايه؟ ودني مظبوطه. طلع وداني حلوه. الوحده كمان بتعلمنا نسمع نفسنا، نكتشف جوانب جديده ما كناش نعرفها عننا، بس لو طولت بتخلينا نصدق كل الافكار اللي في دماغنا حتى لو كانت غلط، ودي مصيبه. انا لو صدقت الافكار اللي في دماغي وبدات انفذها هتحبس قبل ما الحلقه دي تخلص. واكتر جمله الوحده بتحب تقولها لنا ان مفيش حد فاهمك، وده مش حقيقي. لا، في ناس فاهمه، بس احنا اللي مش بنديهم فرصه ان هم يسمعونا، او بنتكسف اننا نقول ان احنا محتاجين حد يسمعنا. وعلشان كده خلينا نتفق، لو بتحس بالوحده كتير جرب تكلم حد غير نفسك. طب لو مش عارف تعمل كده حاول تسمع الناس، هتلاقي ان انت في مره اللي عليك الدور انك تتكلم،
انك تعبر عن اللي جواك. ولو انت بتعرف تلاحظ الناس، خلي بالك من اللي حواليك، عن اللي بيقول دايما انه تمام وهو مش تمام، عن اللي بيهزر كتير في وسط الكلام يمكن يكون بيداري ورا الضحك حكايات. من الاخر احنا مش لوحدنا، ربنا خلقنا مختلفين عشان نكمل بعض. فاكيد انت ليك حد هيكلمك تسمع منه ويسمع لك، ايا كان هو مين، صاحبك، صاحبتك، والدك، والدتك، انا مثلا. انا فاهم، بس الريكورد هيبقى حوالي نص ساعه نص ساعه نص ساعه. ما انا بحب اتعب فيه. لا مش هو ده هيريحك انت صح؟ لا يبقى خلينا زي ما احنا. 5 في الجد. لو دورت على كل اللي قعدوا لوحدهم وحبسوا نفسهم في سجن دماغهم، هتلاقيهم خسروا اكتر ما كسبوا. حتى اللي كسب فيهم ما عرفش انه كسب. عندك مثلا كافكا. حد عارف مين كافكا؟ جدع يا انت قلته. مين؟ ثانيه، مين كافكا؟ ده بيرد السؤال التعويذه دول العصا. والله قلت كافكا في دبانه مش تلاوتش جبل الهط. عندك مثلا كافكا، فضل محبوس في افكاره وفي دماغه، وفضل عايش في مشاكل انت ما عرفتش عنها اي حاجه غير لما مات. وقيس على كده امثله كتير، بس اللي يسمع وانت قاعد لوحدك مش عايز ولا تتكلم ولا تسمع، رغم ان انت من جواك مش عايز تكون لوحدك. بتبص من شباكك على اللي رايح واللي جاي، وعلى مواقف الصحاب مع بعضهم، بس لسه حابس نفسك جواك. بس انا حاسس بيك وعارف ان كل واحد محتاج حد يطبطب على الفكره دي جواه، فانا بطبطب عليك النهارده، وانت طبطب عليا بكره بلايك، شير، سبسكرايب، ولو تفعل زر الجرس يبقى كتر خيرك. اكون عرفت اربي، ما تبقاش ابن جاحد كده. جرس مش جرس، بالسين مش بالزين. بالسين. طب هي بالزين. الناس هتفعل لي زر الجرس، خليهم يفعلوا لك انت زر الجرس. جرس ازاي انا قلت زر الجرس؟ جرس. طب كده الناس هتفعله مش هتفعله؟ مش انت مهندس صوت؟ ايه اللي بالزين سين؟ عادة تانية مش هعيد، بس انا حاسس بيك. لو دفع خليت التقدال زر الجرس بس. او الجرس بس. زر الجرس. زر الجرس. شيل وحط، شيل وحط. وانت طبطب عليا بكره بلايك، شير، سبسكرايب، ولو تفعل زر الجرس يبقى كتر خيرك. بس ما عجبتنيش. وقول لي بقى، وانت قاعد لوحدك بتكلم نفسك بس ولا بتكلم الحاجات زي حالاتي؟ ولو اتعرضت بقى لموقف محرج وانت بتكلم نفسك كده، حد شايفك الموقف، عارف المواقف المحرجه دي؟ احكي لي انا مش غريب، مش يعني ممكن نعرضها في الحلقات الجايه، مين عارف. انا محمود وائل وده راديو روم. دمتم سالمين. انا مره اتخانقت مع الستاره وشديتها جامد، قطعتها. من ساعتها وهي ما بتكلمنيش عشان اعلمهم ان الوحده بتقتلني. فكك من مستنى عارفين. بالتدريج مش بتبقى القعده الهيئه. ها حليت ايه؟ انا بعلي صوتي عشان الكاميرا بقى. استنى والله نفسي تشوف البوب. يا بوب عملت يا بوب، عملت يا بنت. طلعنا على مكرم الأصمع. المين؟ أصمع. الأصمع؟ ايه الأصمع ده؟ هو حد سكر كركرس؟ انت هيتعرف كله. صعب لما ما يشوفش في الباب ما يعرفش يمشي في النور. هو عنده كلام حلو بس مش عارف يرتبه. تمام. بيطوف حوالين الكاميرا. ما مش منطقي انك تطوف حوالين الكاميرا حتى لو مش بنرك. انت شفتش المنظر ماشي؟ ناس حقيقيه مش اوهام بخلقها من دماغي واتكلم معاهم، صح يا فارس؟ يا جماعه هي خذلان ولا خذلان؟ خذلان اصلا. مشاكلك تقيله لو شلتها لوحدك، افراحك حزينه لو فرحتها. احنا جايين من يوم ايه؟ انا هنا من يوم الاربعاء داخل علينا الخميس، مش مشكله. يعني يومين بنصور. احنا بقالنا يومين بنصور. غيري وتيس. سيف انا مش مجنون، عشان انت لسه جديد فانت هتفتكر ان انا مجنون. انا مش مجنون. الناس عارفه كفكف. كفكف. الناس عارفه كفكف باذن الله، بس انا مش متخيل انت تديني يا فريده.